قال ابن القيم أن الله عز وجل يسترنا، يستر العبد قبل أن يناديه، ثم من كرم الله وفضله ورحمته أنه ماذا؟ بعد الستر هو الغني بمعنى الغنى سبحانه، هو الغني بمعنى الغنى، ثم سبحانه وتعالى ينادينا ونحن الفقراء وهو الغني. انظر إلى الكرم. البشر ولله المثل الأعلى، لما تخطي عليه أنت الذي تذهب إليه، ليس كذلك؟ لا، الله الكريم الذي قال عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال الله قل يا عبادي، يا في اللغة أداة نداء، عبادي ما؟ منادى، المنادي هو الله سبحانه، ينادينا ونحن مذنبون، ينادينا ونحن المقصرون. البشر لما تخطي عليه كما قلت قبل قليل ما ينادي قل لله المثل الأعلى، أنت الذي تذهب إليه. ثم إيش قال الله؟ تأمل معي قليلا، قال قل يا عبادي الذين إيش؟ أسرفوا. إيش معنى أسرفوا في اللغة العربية؟ يعني تجاوز الحد بالذنوب. طيب بالأسلوب البسيط حتى يفهم الجميع، يعني ما خلى شيء إلا سواه. إيش قال الله؟ قال لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا. بعض الناس يقول أذنبت ذنوب عظام وكذا، يمكن الله ما يغفر لي، يمكن أنا كذا. هذا مدخل شيطاني، الشيطان ما يبي يتوب. إيش قال الله رد على هذه الشبهة في الآية نفسها؟ قال إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. الذنوب في اللغة جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ جمع. ونوع الجمع يا حمد جمع تكسير. ثم قيدها الله قال الذنوب إيش؟ جميعا، ما قال ذنبا واحدا ولا ذنبان ولا ثلاثة ولا أربعة، بشروط أن يطبق شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم أن لا ترجع إلى المعصية، إرجاع الحقوق إلى أصحابها، أن يتوب قبل أن تخرج الروح، وأن يتوب قبل أن تطلع الشمس مغرب. إذا تاب هذه التوبة النصوحة يغفر لها الله ولا ما يغفر له؟ يغفر له. الرسول يقول التائب من الذنب إيش؟ كمن لا ذنب له. وجد لذة، وجد راحة، وجد سعادة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه ذاق طعم الإيمان بسبب ماذا؟ ترك المعاصي كلها. لأنه ترك المعاصي وترك هذه المعاصي، وجد اللذة، وجد الراحة، وجد اللذة لما ترك المعاصي كلها. بل الله من كرمه ومن فضله ومن رحمته أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحبه. الله يحب أنك تقترب إليه، الله يفرح أنك تقترب إليه.